يا شباب حياكم الله. انا للحقيقه عارف انك مش عارف تكمل نص دينك في الحقيقه، وده بسبب حاجتين اتنين. الحاجه الاولى ان مفيش فلوس تجوزك، مفيش فلوس علاوه، مفيش فلوس علاوه، لدرجه اننا بقينا نتكسف نقول لك شوف لك كلب. حتى دي كمان بقت صعبه، اسعار الكلاب ولعت. والسبب التاني ان وسامتك فتحاك يا بيه. فبدل اللبش ده كله انا جبت لك كام طريقه تكمل بيها نص دينك بس في جاتا 5. احنا هنهزر مع بعض. اول طريقه معانا انك توقفها في الشارع وتتعرف عليها بس باحترام. يا خرابي على القمر اللي ماشي لوحده ده انا يا ريتني احول عشان اشوفك مرتين. انا وشي كرمش وانا بسمع. بس للاسف هي خافت مني، مش عارف ليه، جايز عشان كاريزمتي طاغيه. انسه انا راجل محترم على فكره، مش بعاكس. تعالي لي يا بنت بالعربي. بس انا فضلت مصمم ان اتعرف عليها وجريت وراها، بس هي برضو فضلت خايفه مني. فانا اقتنعت ومشيت بمقوله ان احببت شيئا فاطلق سراحه، ورميت المقوله في الزباله. يا وليه ما توقفي بقى، انا في استطاعتك. طب بص انا معايا فسبه حمراء والله. طب اقول لك على حاجه، معايا خوذه كمان. تعالي بقى يا بنت، يا بنت استني. ايه فيلم حلم العمر ده؟ بس انا ما استسلمتش على فكره، ودورت على واحده تانية بتعدي الطريق. الغزال بيعدي الطريق لوحده. طب ما تحن يا قمر واجيب لك الهامر. ابو تقل دم امك. انت بترمي نعمه ربنا على الارض، انت كافره. تقريبا كده الطريقه الاولى فشلت، فيلا بينا على الطريقه التانية، وهي انك تغريها بافخم عربيه في اللعبه. هتقولي واجيب العربيه دي منين يا معز؟ بسيطه، انزل يا شمام، انزل يا شمه. ايه رايك يا معلم؟ عايز اقول لك انها هتتخض من جمال العربيه. يا موزه، جمالك ده ولا جمال عبد الناصر؟ انت ابن خد يا بنت استني. لون العربيه وحش طيب ولا ايه؟ او انك تفرق بين اتنين كابلز بالعربيه بتاعتك وتخليها تسيبه لاجلك. ولا سيب النعمه اللي قدرها. هلا ده سابها بجد. ايه ده؟ دي سابتنا احنا الاتنين. الطريقه الثالثه انك تبان سوبر هيرو قدامها، يعني لو لقيتها بتستنجد بيك ساعدها. ولا حركه يا ابن الكلب، اللي هيجري هضرب في المليان. ضربت في المليان، انزل لك بقى. اثبت يا ابن الكلب. اقف يلا. جري. كويس ان جبنا المليان. الصراحه انت كيوت جدا، بس انت مش نوعي المفضل في البنات. انا بحبك. طب وبعد كده يا كنت تعالى اوصلك للبيت يا عمر. بعد كده لو في اي حاجه كلميني، او اقول لك ابعتي لي انستجرام المعز 44. نعم اخويا. هتنزلي هنا يا انسه؟ تنزلي تعملي ايه هنا؟ That's my guy. جاي ايه؟ هي بقت كده؟ مين ده؟ مع السلامه، مع السلامه يا رق كدابه. خلاص لو باظت معاك مش مشكله يا سيدي، ساعد اللي بعدها، اكيد اللي بعدها هتقدرك. يا دي ام الاستباحه يا ابني، انت مفيش غيرك اللي بيسرق هنا يا ابني. انت انا مش وعدتني انك هتتغير يا، مش وعدتني انك هتتغير. انت لسه ما متش. ما تموت بقى يالا، ما تموت وانت شبه عادل شكل كده. خدي محفظتك يا انسه، اديني رقمك بقى عشان لو حد اتعرض لك. يا بت هات العنبر يا نمبر. لك القرف بيئة. انت بتتكلمي كده ليه يا مارا؟ تقريبا كده احنا جربنا 3 طرق والثلاثه فشلوا، واكيد ده مش عيبنا احنا، استغفر الله، ده عيب الظروف. فعشان ما تمشيش زعلان قدامك طريقتين تاخد بيهم حقك، يا اما تنتقم وتجيب واحده من اللي بيطلبوا المساعدات دول وتاخدها بطريقه عكس سيرك. معانا مين يا استاذ؟ ايه حضرتك تايهه؟ شكلك تايه. ايوه تايه. بس عشان ما تشكش فيك شغل لها اغاني هاديه. وكمان لو فضلت ترغي معاك جريها في الكلام لحد ما توصل. يا وليه بطل رغي بقى يا وليه. اقعدي بقى يا وليه بقى، كفايه رغي بقى. انا عازمك على العشاء، عازمك على العشاء يا بنت الكلب. العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق. جاتك القرف في رغي. يا رباه. الو يا اما. ايوه اطعمت ال60 مسكين اللي قلت لي عليهم، والبت فاديه خدت فلوسها. كمان شويه هجيلك ادهنلك المرهم. يلا مع السلامه في رعايه الله. يا اما تنسى وترمي كل ده ورا ظهرك. عايز شوت لو سمحتي. كمان واحد كمان واحد تاني معلش. ايه انا كويس انا كويس. بقولك ايه، تيجي نرتبط؟ ماشي يا بنت الكلب. قلت لي بقى انت مش عايز ترتبطي بيا صح؟ سنين عشتها